تخيلي ان دي بقايا بس قصر. امال لو قصر بس حقيقي كامل هيبقى عامل ازاي؟ احنا في قصر الامير آل ناقل حسام الناصري في شارع باب الوزير اللي اتبنى سنة 1293 ميلادي، واللي اتعرف لفترة بقصر الامير سيء الذكر خير بك. بصوا هنا كده قبل ما ندخل القصر، دي احواض لسقي الدواب، يعني اللي جاي للقصر قبل ما يدخل يشرب الحصان الاول. عاوزه اقول لكم ان في الوقت ده زي ما كان في ازبله لتقديم الميه العذبه للناس بالمكان، كانت نفس الفكره موجوده للحيوانات، زي كده حوض دواب الامير ايتومش البجاسي. يلا نكمل جوه. ممكن اسمح لكم بالدخول؟ كان إلين آق ساقي للسلطان الأشرف خليل بن قلاوون محرر عكا، وتولى كمان عدد من المناصب منها إمارة الحج. الجزء ده بقى من القصر كان اسطبل، فتقدروا تتخيلوا مساحة القصر وعظمته كانت عاملة ازاي؟ المهم يا سيدي، بعد أكتر من 200 سنة من بناء القصر، جه الأمير خير بيك وعمل مسجد ومدرسة وقبة، وفي الوقت ده سكن القصر. وعشان خير بيك كان مكروه من المصريين لأنه كان سبب في هزيمة المماليك أمام العثمانيين بخيانته للسلطان الغوري واللي كافئوه بولاية مصر، فقال لك مش هينفع أمشي وسط الناس، فراح عامل ممر بين المجموعة بتاعته والقصر من الجهة الشرقية للقبة. وبمرور السنين اتدهورت حالة القصر وبقى أطلال، وكانت الأطلال دي معروفة عند الأثريين إنها بقايا سراي خير بيك، لغاية ما جت لجنة حفظ الآثار العربية سنة 1928 واكتشفت بالصدفة وما بيعملوا ترميم للمكان نص باسم إلين آقل حسيني، فقال لك يبقى القصر ده ملوش علاقة بمجموعة خير بيك. ورا القصر قبة مبنية على مقام واحد من الأولية اسمه الباز الأشهب. الناس بتوع العمارة يقولك إنك عشان تعمل قبة دائرية على قاعدة مربعة بتعمل منطقة انتقال مسمنة عشان تعرف تشيل القبة. في التصميم ده بقى عملوها مسمنة على طول، فهتلاقي من تحت ال8 حوائط بدل 4. من جوه بقى هنشوف طبلية خشب داير ما يدور عشان تخفف الحمل اللي بتعمله القبة على الحوائط. نطلع من القبة نلاقي جنبها ضريح خوند زهرة بنت الناصر محمد ابن قلاوون وزوجة الأمير أقصنكر صاحب الجامع اللي جنب المجموعة والمشهور بالجامع الأزرق، واللي عملنا قبل كده فيديو عن حكايته. ومن الأماكن الموجودة هناك واللي لازم تزوروها حتى لو مرة واحدة، مسجد ومدرسة وقبة الأمير خير بك. والمسجد اتشهر إن محدش صلى فيه بسبب اكتشاف خطأ في اتجاه القبلة، والناس ساعتها قالت إن ده عقاب من ربنا على الأمير الخاين، بس في الغالب الناس كانت بتصلي في المسجد، وإن الحكاية دي اتشهرت بعد موت خير نكاية فيه. ده خير بيك اللي اتدفن هنا. عاوزة أقول لك بقى إن المكان ده من الأماكن اللي تقدر تكتشف فيها حقيقة مصر، طبقات من التاريخ فوق بعض في مشهد واحد، تقدر تشوف عصور مختلفة من التاريخ. قبة الباز، قدامها قصر إيلين آق، قدامها مجموعة خاير بيك، وورا ده كله سور القاهرة اللي بناه صلاح الدين الأيوبي.